ليه الدجالين كلهم بيشتغلوا على الامراض المزمنه ومحدش فيهم بيقرب من الطوارئ؟ كلهم بيتكلموا عن السكر والضغط والقولون والامراض المناعيه والسرطان، ومحدش فيهم بيتكلم عن الجلطه القلبيه او السكته الدماغيه. ليه مفيش دجال واحد بيقول تعال عيادتي وهعالجك من الجلطه بالاعشاب؟ محدش هيقولك كده لانه مش هيعرف اصلا. كل الدجالين فاهمين سر بسيط، وهو ان الامراض المزمنه فيها مساحه للضحك على الناس، لكن الطوارئ ما فيهاش هزار. السكر والضغط والقولون وامراض المناعه حتى السرطان كلها امراض بتاخد سنين، وده بالظبط اللي الدجال محتاجه. طب ليه؟ لان في الامراض المزمنه مفيش نتيجه فوريه لاي حاجه، لا الدواء الصح ولا الدواء الغلط. الاعراض بتتحسن وتسوء لوحدها بدون اي تدخل. المريض تعبان ومحبط ومستعد يجرب اي امل. مفيش معيار واضح لقياس النجاح من الفشل. كل ده مسرح مثالي للنصب. الدجال بيستغل 4 ظواهر علميه معروفه. الحيله الاولى البلاسيبو افكت، لما تصدق ان حاجه هتشفيك جسمك بيفرز هرمونات بتديك تحسن مؤقت حقيقي. مش وهم، ده فعلا بيحصل، بس مش لان العلاج شغال، لا ده لان دماغك شغاله. اي حاجه في الدنيا حتى كوبايه الميه لو صدقتها هتحس بتحسن. الحيله الثانيه اللي هي الريجريشن تو ذا مين. الامراض المزمنه بتيجي على شكل موجات، فيها ايام بتسوق فيها وفيها ايام بتتحسن فيها. الدجال بيستنى موجه التحسن الطبيعيه ويقول لك شفت يا عم النظام شغال وبيشفي والدنيا زي الفل. ده زي عم الحاج اللي طلع قال انه ساب الانسولين ومشي على نظام ضياء العوضي، وبعد اسبوع حس بتحسن، لكن للاسف ما كملش 18 يوم وجاله جلطه ومات. الحيله الثالثه السرفايفور شيب بيس، بيوريك بس الناس اللي اتحسنت، لكن الناس اللي تعبت او ماتت راحوا فين؟ الناس دي مش بتظهر في الفيديوهات بتاعته، وغالبا بيطلع يقول انهم زودوا جبنه او فلفل. الحيله الرابعه انه بينسب اي تحسن للنظام. المريض بطل حاجات بتتعب قولونه، او انه واخد جرعه نفسيه كبيره لانه لسه بادئ على النظام اللي هيخلصه من جميع امراض الانسان، ده بيسبب تحسن مؤقت. اي تحسن مؤقت بيحصل الدجال بينسبه لنظامه هو. طب لو مفيش تحسن اصلا، الدجال جاهز عنده مكتبه كامله من الاعذار. يقول لك كمل الجسم لسه بينظف نفسه، او يقول لك انت اكلت حاجه غلط من غير ما تحس، او يقول لك الفلفل الاسمر اللي انت حطيته ضرب النظام، او انت زودت جبنه بزياده. كل دي شماعه. الفشل مش فشل النظام ابدا، الفشل فشلك انت كمريض للاسف. طب تعالى نختبر اي دجال في الدنيا ببساطه شديده. جرب تقول له انا عندي جلطه في القلب دلوقتي، او عندي سكته دماغيه، او ابني عنده التهاب سحائي بكتيري، او امي عندها ديكي ايه ومش واعيه. ساعتها هتشوف الدجال بيقول لك اجري على المستشفى فورا. طب ليه نظامه بيعالج السرطان والمناعه والسكر بس بيعجز قدام الجلطه؟ علشان في الطوارئ النتيجه فوريه، والسبب واضح، مفيش وقت الكمل لمده شهر، مفيش بلاسيبو افكت، مفيش الجسم بينظف نفسه. في الطوارئ الكذبه بتنكشف في ثواني. من النهارده عندك معيار ذهبي بتعرف بيه اي دكتور حقيقي من اي دجال. الدكتور الحقيقي بيشتغل في الطوارئ وفي الامراض المزمنه، بيقول لك ده مش تخصصي لما يكون حاجه بره تخصصه فعلا، بيراجع تشخيصه لو طلع غلط، بيقول لك حدود اللي يقدر يعمله. لكن الدجال بيستخبى دايما في المساحه الامنه بس، بيدعي انه بيعالج كل حاجه، بيهرب من اي اختبار حقيقي، مفيش حاله بيقول عنها مش قادر اعالجها. طبق كده المعيار ده على نظام الطيبات، بيدعي انه بيعالج السكر والضغط والسرطان والمناعه والقولون، بيدعي انه بيغني عن الانسولين وادويه الضغط والكيماوي ومثبطات المناعه. طب النتيجه؟ يقول لك استنى بعد شهور. طب لو مفيش نتيجه هيقول لك كمل او غلطت انت في حاجه. طب لاحظت حاجه؟ كل اللي بيدعي انه بيعالجوا امراض مزمنه بس، ومفيش ولا حاجه منها طوارئ. ولما الراجل نفسه جات له جلطه قلبيه النظام بتاعه ما حماهوش، اللي هو بيدعي انه نظام استشفائي، وللاسف مات وهو في سن 47 سنه. علشان الطوارئ ما بتسمعش كلام دجالين، الطوارئ بتسمع العلم وبس. من النهارده اي حد يقول لك نظامي بيعالج كل حاجه، اساله سؤال واحد بس: هل هو بيعالج الجلطه القلبيه؟ لو سكت او لف او راوغ يبقى انت قدام دجال. لو قال لك اجري على المستشفى يبقى انت قدام حد عقله صاحي. العلم بيقول لك اللي مش بيقدر يعالجك في الطوارئ مش هيقدر يعالجك في امراضك المزمنه. الفرق ان في المرض المزمن الكدبه بتاخد سنين قبل ما تنكشف. خد دواك وتابع مع الطبيب اللي انت متابع معاه، واي حد بيدعي انه بيعالج جميع امراض الانسان ابعد عنه، لانه دجال طالب شهره وترند او طالب مال، او الاتنين مع بعض. زي الله يرحمه كده كان كشفه 5000 جنيه.